بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن مرسوم ميلان واعتراف الإمبراطور قسطنطين بالديانة المسيحية، وسوف نتحدث عن الدوافع والأسباب التي دفعت الإمبراطور قسطنطين إلى الاعتراف بالمسيحية، وهي دوافع دينية ودوافع سياسية. قبل الحديث عن هذه الدوافع لابد من عرض نبذة عن هذا المرسوم. بعد الانتصار في معركة جسر مالفيان، اجتمع كل من قسطنطين وليكينيوس عند مدينة ميلان في مارس سنة 313 ميلاديا، وأعلن التسامح الديني للمسيحيين، وأصدر وثيقة سميت خطأ باسم مرسوم ميلان. ولم يكن هذا المرسوم سوى رسالة موجهة من قسطنطين وليكينيوس إلى حاكم نيكوميديا في آسيا الصغرى، وتحتوي هذه الرسالة على توجيه بحسن معاملة المسيحيين والاعتراف بالمسيحية كديانة مصرح بها في الإمبراطورية. ويذكر بعض المؤرخين أن هذه الرسالة عبارة عن تأكيد لما ورد في مرسوم جاليريوس الصادر في سنة 311 ميلاديا، فقد أعطت هذه الرسالة المسيحيين وغيرهم من معتنقي الديانات الأخرى كامل الحرية في اتباع العقيدة التي يختارونها، وبالتالي أصبحت المسيحية ديانة معترف بها كغيرها من الديانات في الإمبراطورية. وحثت هذه الرسالة حكام الولايات على عدم اضطهاد المسيحيين، وأن يرد إليهم أماكن تجمعاتهم التي اعتادوا التجمع فيها للعبادة، والتي صودرت أو اشتراها بعض الأفراد، واحتوت الرسالة أيضا على وعد بإعادة ممتلكاتهم المصادرة، ودفع التعويضات اللازمة من الخزانة الإمبراطورية للذين اشتروها. أما عن الدوافع والأسباب التي دفعت الإمبراطور قسطنطين إلى الاعتراف بالمسيحية، فيمكن إرجاعها على دوافع دينية ودوافع سياسية. الدوافع الدينية تذكر الرواية المسيحية التي ذكرها المؤرخ الكنسي يوسيبيوس وأسقف قيصرية بفلسطين وصديق الإمبراطور قسطنطين، أن دوافع الإمبراطور قسطنطين للاعتراف بالديانة المسيحية هي دوافع دينية أملتها الإرادة الإلهية. فقد روى يوسيبيوس أن الإمبراطور قص عليه أنه رأى قبيل خوض معركة جسر مالفيان ضد خصمه ماكسنتيوس صليبا نورانيا على قرص الشمس يحيط بالأفق عند الغروب، مكتوب عليه بهذا ستنتصر. ثم في الليلة التالية رأى في منامه المسيح حاملا نفس العلامة وهي الصليب، ويقول له تقدم إلى المعركة بالصليب. ويقال أن قسطنطين اتخذ الصليب شعارا له هو ورجاله عندما خاضوا غمار هذه المعركة التي أتاحت له السيادة على الغرب، وبذلك اعتقد قسطنطين بأن إله المسيحيين قدم له المساعدة والعون في نزاعه ضد خصومه، وكان ذلك دافعا له للاعتراف بالديانة المسيحية. وهناك رواية أخرى تقول أن قسطنطين تأثر بوالدته هيلانا التي اعتنقت المسيحية واعتبرت فيما بعد قديسة، فقد عملت على رفع شأن المسيحية في جميع أنحاء الإمبراطورية، وزارت بيت المقدس وأجزأت العطاء على السكان، وساهمت في تشييد كثير من الكنائس. والملاحظ أن قسطنطين نفسه لم يصبح مسيحيا إلا في أواخر حياته، فقد عمد وهو على فراش الموت، كما أنه لم يتخلى أبدا خاصة في الشرق عن المفهوم الخاص بعبادة الإمبراطور. وهذا يدل من غير شك أن الاعتبارات السياسية ورغبته في القضاء على عامل من عوامل التوتر والقلق في الإمبراطورية هي المسؤولة أيضا عن اتخاذه لهذه الخطوة، وليس الاعتبارات الدينية وحدها. ثانيا، الدوافع السياسية. لا شك أن هناك دوافع سياسية وراء اعتراف قسطنطين المسيحية، إذ أدرك هذا الرجل بذكائه أن المسيحية سوف تنتشر وتصبح قوة لا يستهان بها، والدليل أن موجات الاضطهاد التي سبقت عصره لم تمنع انتشارها، ثم إنه أدرك أن مبادئ المسيحية السامحة من مساواة ومحبة وسلام وإيثار هي مبادئ سامية، ثم أدرك أن المسيحية كانت أوسع انتشارا وأشد تركيزا في الأقاليم الشرقية منها في الغرب، بحيث أن آسيا الصغرى غدت من المراكز الرئيسية للمسيحية في القرن الرابع. فإذا كان قسطنطين قد فرض سلطانه على القسم الغربي من الإمبراطورية، فلم يبقى أمامه سوى الجزء الشرقي، فكان من الضروري أن يعترف قسطنطين بالمسيحية حتى يكسب ولاء سكان الولايات الشرقية ويستفيد من مواردها المالية. أما عن النتائج التي ترتبت على اعتراف قسطنطين بالمسيحية كديانة مرخص بها في الإمبراطورية، فالحقيقة أن اعتراف قسطنطين بالمسيحية لم يكن يعني منحها حق وجود شرعي
مماثل للديانات الوثنية فحسب، بل كان يعني وضعها تحت حماية الدولة، وبالتالي تثبيت دعائمها وتمهيد الأرض لازدهارها وانتشارها. فقد منح قسطنطين رجال الدين المسيحيين نفس الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع بها كهنة الديانات الأخرى، وعافاهم من الضرائب وتأدية الخدمات المدنية حتى يتسنى لهم تأدية واجباتهم الدينية. وعفى المسيحيين من تقديم القرابين في الاحتفالات والأعياد الوثنية، كما منح الأساقفة سلطات قضائية استثنائية، وأجاز لهم النظر فيما يرفع لهم من مظالم، كما أجاز للمواطنين أن يهبوا الأملاك للكنيسة. وأغدق قسطنطين على الكنائس الهدايا والأموال والهبات والأراضي والأملاك، وأمر بتشييد عدد كبير من الكنائس في أنحاء الإمبراطورية، مثل كنيسة القديس بطرس، وكنيسة اللاتيران في روما، وكنيسة المهد في بيت لحم. كما زين عاصمته الجديدة القسطنطينية وما جاورها بعدد من الكنائس، أشهرها كنيسة الرسل وكنيسة القديسة إيرين. كما تم في عهد قسطنطين تشييد عدة كنائس في أنطاكيا ونيكوميديا وشمال أفريقيا. وكانت كثرة الكنائس التي شيدت في هذا العهد رمزا لانتشار المسيحية، وسرعان ما أصبحت المسيحية بعد فترة قصيرة الديانة الرسمية الوحيدة للدولة. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.